دلوقتي بقى هنعرف حاجة من أهم الحاجات في رياكت وهي الكومبوننت. أول حاجة عايزين نعرفها ايه هي الكومبوننتس. الكومبوننت هو جزء صغير من الكود بيعمل حاجة معينة، مثلا بوتون أو فورم أو أي حاجة معينة في الكود. طبعا انت لو مش فاهم حاجة فاحنا هنفهم لما نكتب الكود مع بعض. دلوقتي بقى ليه نستخدم الكومبوننت؟ أول حاجة إن الكود بيبقى منظم أكتر. تاني حاجة نغير المحتوى بدون تكرار الكود، طبعا ده باستخدام البروبس، وطبعا هنشرح البروبس في الجزء اللي جاي. واخر حاجه بتخلي الكومبوننتس دي دايناميك. هنفتح المشروع بتاعنا في اي اديتور عندك، انا بستخدم كارسر، وهتفتح الاب دوت جي اس اكس، وجواه مثلا هنكتب اب. هنشوف كده هنلاقيك كتبت. طبعا لازم تكتب ام بي ام ران ديف في التيرمينال. هنعمل مع بعض كومبوننت صغير، مثلا في الاس ار سي هنكتب بوتون دوت جي اس اكس. طبعا كده ما ينفعش، لازم اول حرف يكون كابيتال، نكتب بوتون كابيتال، وطبعا الاصح نخليها من غير اس. بعدها نكتب RAFCE، طبعا دي من الاكستنشن اللي انا نزلتها. كتبنا جواها بوتون، وهندخل على الاب عايزين نعملها امبورت، فهنفتح علامة الاكبر من او الاصغر من، وهنكتب بوتون. هنلاقيه عمل له امبورت. طبعا ممكن تكتبها كده او سيلف كلوزنج اللي هي كده. شوف كده هنلاقيه عمل لها امبورت. بقى كده بوتون محترم. هنكتب بوتون كليك مي، وفي الاب طبعا مش هنعمل اي حاجه في الاب، كده كده احنا عاملينها امبورت، هنلاقيه اتغير على طول. وطبعا لو عايزين نستدعيها اكتر من مره ممكن نعمل ده كده عادي. وطبعا احنا رامينها في اي حته، الاصح ان احنا في الاس ار سي نعمل فولدر ونسميه components، وجواه هنحط البوتون. هيقول لنا move، وبعدها هيقول لنا update imports، نقول له yes عشان يابديت الامبورت اللي هنا. دلوقتي بقى هنعمل موقع بسيط بالحاجات اللي احنا اتعلمناها اللي هي الكومبوننتس وجي اس اكس. هنمسح كل ده، هنكتب ار اي اف سي اي. طبعا مش هنكتب حاجه في الاب. في الكومبوننت هنعمل بوتون، وهنعمل فورم طبعا دوت جي اس اكس، نعملها من رينيم، وهنكتب دوت جي اس اكس، وهنعمل فايل تاني وهنسميه header دوت جي اس اكس. هنبدأ الأول بالهيدر، نكتب RAFCE، وهنكتب nav ULLI، وهنكتب مثلا home ULI about ULI test، أي حاجة. دلوقتي بقى احنا عايزين نعملها import في الاب، فندخل على الاب وهنكتب header. كده تمام. طبعا احنا لسه ما وصلناش لجزء الستايل، هبقى اعمل فيديو لوحده في الستايل، وكمان هنحط الايمج وهنشوف نعمل امبورت الحاجات دي ازاي. كده احنا عملنا البوتون، هنخليه بس لوج ان، وهنخلي الفورم RAFCE، وهنكتب input. بس الاول طبعا هنكتب فورم، ممكن تكتبها ممكن متكتبهاش براحتك. هنشيل الاكشن، ممكن تسيبها برضو. نعمل input من نوع تكست، وده هيكون النيم بليس هولدر، النيم بتاع يوزر، مثلا نكتب هنا يوزر نيم. ونعمل input تاني من نوع ايميل، وهنكتب بليس هولدر ايميل. ونعمل input تاني من نوع باسورد،
وهنخلي بليس هولدر باسورد. كده كل حاجة تمام. هندخل على الاب وهنكتب هنا فورم، وهنكتب هنا طبعا بوتون. هنشوف كده الكود بتاعنا، هنلاقي ان كل حاجة موجودة تمام. طبعا ماشي بالمرة ونشرح الستايل وازاي نعمل امبورت الايمج. فندخل على الفورم او طبعا الهيدر، مثلا هنا هنكتب ستايل inline ستايل وهنخليها display flex، بس طبعا لازم دبل كوتس تكتب فليكس. هنلاقي ان هو فليكس وهنعمل جاب ونخليه مثلا 10 بكسل. ممكن نزوده شوية نخليه 100. تمام. ممكن برضو تعمل لسه ستايل نون، بس طبعا مش عايزين نضيع وقت الفيديو. ده كده الانلاين ستايل. طب دلوقتي هنعمل الستايل في فولدر لوحده او فايل لوحده. دوت سلاش الاول هنعمل الفايل، هنخليه مثلا header دوت css، وفي الهيدر نكتب header دوت css. بعدها بقى هنعمل اي ستايل احنا عايزينه. مثلا عندنا في الناف هنخلي الباك جراوند كولر بلو. هنشوف كده نلاقيه فعلا بقت بلو. هنخلي الكولر وايت. تمام. هننزله لتحت كده. تمام. طبعا احنا برضو مثلا عندنا في الفورم لو عايزين نعمل امبورت للبوتن فهنكتب بوتن، هنلاقي اتعمل له امبورت. كده احنا عرفنا ان البوتن ممكن تستدعيه في اي مكان، ونفس الحكايه باقي الكومبوننتس. يعني لو جوه البوتن كتبنا فورم هنلاقيه تمام، مش هيقول لا. تمام. الموقع هنك نرجع اللي احنا عملناه. كده احنا شرحنا الكومبوننتس والانلاين ستايل والستايل في فايل لوحده. دلوقتي بقى ازاي ندخل صور. هنعمل import image from dot slash access slash طبعا اي حاجة عندك هنا، مثلا act dot svg بس. تمام. svg وهنا هنكتب image والsrc هيكون في كيرلي براكت وهنحط الايمج بتاعنا. نشوف كده. تمام. لسه الموقع مهنك. هنعمل ريستارت للموقع بتاعنا Ctrl+C npm run dev. هنقفل ده ونفتحه تاني. هنلاقي تمام عمل الامبورت للايكون بتاعتنا. وطبعا ممكن تعمل امبورت لاي حاجه من ضمنهم الصور. كده نراجع مع بعض احنا عملنا ايه. عرفنا ان ممكن نعمل كومبوننت ونستدعيه في اكتر من مكان. وهنا عندنا الهيدر، عملنا هيدر واتعلمنا ازاي نعمل الانلاين ستايل وازاي نعمل ستايل في فايل خارجي، وعملنا فورم بسيط مع بعض. كده انت عرفت كل حاجه عن الكومبوننت.